كام حاجه وانا باسس فريون اخد بالي منهم سريعا كده عشان فلوسك ما ترميهاش في الارض. رقم واحد، في ضغط جديد كده نبقى نشرحه بتفاصيله، خلاص، بيكون داخل جواه الفريون وداخل جواه دي 5 تتمان في 3 تتمان. حلو كده. وطبعا في بعض الشركات بنركب لها لما بيكون 5 حصان بنركب لها 5 تتمان في نص مش في 3 تتمان. حلو كده. طيب لو جهازي هندسه 1.5 او 2 وربع بنركب ايه او بنأسس ايه؟ بنأسس نص في ربع. تمام كده. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو اقطار مواسير النحاس. وطبعا تكون جنوب افريقي، ما ينفعش اجيب اي حاجه تانية، واتاكد ان هي جنوب افريقي واجيبها من مصادرها. تاني حاجه ده سلك سويدي، خلاص، 7 في 1، وفي سلك كمان جوه اهو بس انا مش عارف اجيبه للاسف. خلاص 4 في 2 او 4 في 3 يا ربي، سيرمو بلاستيك برضو. حلو كده. بس هو جوه مش عارف اجيبه للاسف. اهو السلكين اهو. خلاص كده. ده 7 في 1 وفي واحد كمان ايه اللي هو 4 في 3. طب ليه هندسه كل ده؟ علشان ايا كان نوع الجهاز اعرف ان انا يبقى معايا عامل سبير وعامل حسابي على اي طوارئ ممكن تيجي او اي جهاز ممكن يجي. بالاضافه كمان ان انا في التاسيس بتاعي معايا الخرطوم سبير من مكان المفتاح لحد الفانا، ومن مكان المفتاح لحد الكباس. خرطوم سبير كهرباء فاضي اللي هو ايه؟ اللي هو ده. كل ده ليه يا هندسه؟ كل ده علشان نبقى جاهزين لاي نوع جهاز تكييف، ونبقى كمان جاهزين علشان فيما بعد لما نيجي نركب الجهاز ما يحصلش معانا مشاكل. دي كانت كام ملحوظه يا ريت تعملهم وتاخد بالك وانت بتاسس من التفاصيل دي علشان ما ترميش فلوسك في الارض. يومك جميل.